فاكر المعيدين اللي في الجامعه لما كانوا طلبه كانوا بيذاكروا ازاي؟ انا كنت بنام كل المحاضرات وبعد السكاشن اصحى الاقي ايه كاتبه المحاضرات اصورها واطبعها واذاكر منها وطلعت من الاوائل. بص يا صاحبي، هم حاجتين: كنت بذاكر لاصحابي، كنت بجمعهم عندي في البيت قبل الامتحانات اذاكر لهم، دي كده رقم واحد. رقم اتنين، كنت انا بنام في المحاضرات، دي مالناش دعوه بيها. السكاشن بقى كنت بكتب كل كلمه واروح بقى في البيت وقت ما اتزنق في الامتحان اقوم جاي اقرا بقى كل اللي انا كتبته وافهم نفسي اللي انا عملته ده. ايام الجامعه كنت بركز في السكاشن، من خلالها كنت بعرف احل الشيتات بتاعتي، وباجي قبل الفاينل بشهر بلم نفسي بقى وبقعد اذاكر والم كل اللي فات. بحضر كل المحاضرات والسكاشن، بكتب كل المحاضرات والسكاشن، اول ما بروح ببيضها على طول اذاكرها في نفس اليوم. ده الصح، بس مش ده اللي انا كنت بعمله. بص انا ما كنتش بذاكر، بس كنت بعمل حاجتين: بحضر كل المحاضرات وبذاكر قبل الامتحان بيوم. كنت بحل الشتات اول باول، كنت بشرح لزمايلي، وقبل الامتحان بتبقى مجرد مراجعه عامه بس. كنت بحاول انظم وقت المذاكره وان انا ما اركبش مذاكره من اسبوع لاسبوع واحل الشتات كلها بنفسي. كنت لازم احضر المحاضرات والسكاشن، وبعد كده ابدا احل الشتات، وبعد كده لو الدكتور رشح او المعيد مصدر خارجي لازم ابص عليه. قبل الامتحانات